بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم حبايبي في قناتكم اطبخ ودبر وفر مع بناتي. كل لحظه يا رب وانتم بخير، كل سنه وانتم طيبين يا جماعه ان شاء رب العالمين. طبعا النهارده باذن الله معانا بقى جبنا المنيو، جبنا قبضنا مرتبنا والحمد لله رب العالمين. طيب ايه اللي مطلوب مننا؟ جبنا الحاجات بتاعتنا اللي هي خزين الشهر كله، واللهم لك الحمد والشكر يا رب. وبدأنا بقى نقول هنعين خلاص، مش توفير، هنوفر باي طريقه باذن الرحمن. انا والله لو جيت احكي لكم عن التوفير هحكي قصص يعني اقول لكم كتير قوي. الحمد لله رب العالمين. بس صدقوني بعد ما بنجيب الحاجه او بعد حتى يعني ما بنزنق نفسنا زي ما بيقولوا، بعدها بنفرح ان احنا حققنا حاجه وعملنا حاجه. فمعلش، في يا جماعه كده حكمه بتتقال، بيقولوا ايه؟ اللي بيشتري حاجه، اللي بيشتري مثلا حاجه السنه دي بيفضل زي ما بيقولوا زانق نفسه وفي دقيقه وكله لمده سنه، بس بعدها بيفرح. خلاص انا بشتري مثلا بيت، بشتري ذهب، بشتري ارض، بشتري حاجات من دي، فلازم احوش بقى واجيب وكلام من ده. فبزنق نفسي في الفلوس وفي الدقيقه وكله لمده مثلا سنه، وابقى بعدها اتبسط خلاص الحمد لله رب العالمين. واللي بيبيع بيفرح سنه، بيفرح سنة، خلاص الفلوس جاية له، قاعد يصرف منها لمدة سنة، بعدها بيحزن بقى خلاص، ما عادش يلاقي حاجة، لا عاد لاقي البيت أو الأرض اللي باعها، ولا عاد لاقي الفلوس اللي هو خدها من الناس. فالحمد لله رب العالمين. ما تستقلوش بأي حاجة، ما تقولوش لا ده مثلا ال 100 جنيه ولا الجنيه مش هيعمل حاجة. لا، الجنيه مع الجنيه بيعمل حاجة، الجنيه مع الجنيه والله بيعمل. أنا دايما يمكن بقول لأولادي الكلمة دي، حتى لما يجوا يقولوا لي لا الجنيه يعمل اقول لهم طب هقول لكم حاجه. احنا مثلا بنركب مواصلات وليكن مثلا ب 7 جنيه ب 6 جنيه. طيب انتوا لو معاكم 5 جنيه بس، هل الراجل يسيبكم بقى؟ هل الراجل مش هيضايقكم في العربيه؟ هل هيركبكم؟ هل يعني اقعد اقول لهم يبقى الجنيه بيوقف قدامكم؟ ما هم كان فاتكم ركبتوا ورحتوا طريقكم اللي انتوا رايحينه. فلازم نقول لاولادنا كده، لازم نشرك ولادنا في كل حاجه يا جماعه. المهم، مش عايزه اطول عليكم لان انا هقول لكم فيديوهات كتير باذن الرحمن عن التوفير وازاي احنا بندبر من ايه بيعمل ايه، من اقل القليل. اللهم ساعدك يا ام حسين. ام حسين دي حبيبه قلبي من العراق يا جماعه، متابعه عندي، كانت تقول لي اقل القليل بيعمل كتير. اللهم صل على النبي فعلا. فالمهم انا بقول لكم الفلوس دي باذن الرحمن يا رب، انا خلاص انا جبت الحاجه بتاعتي اللي هي في اول الاسبوع اول الشهر. اهم حاجه عندي الخزين بتاعي، خزين الشهر انا جبته الحمد لله. وخلي بالكم عشان اوفر فيه، صدقوني انا جبته، يعني انا لما رحت اجيب الرز من الراجل ما جبتوش حتى انا جايبه 5 كيلو، انا ما جبتش ال 5 كيلو، وجبت لا جبت جبت 5 كيلو كمان. والله انا في دماغي ان 6 كيلو، لا جبت 5. وقلت خلاص ساعتها يحلها ربنا، هنكون اخر الشهر يمكن بقى ساعتها برضو مكرونه مش عارفه اسمها ايه، شعريه، اي حاجه من دي هتعدي والحمد لله رب العالمين، او برضه عيش وكلام من ده. المهم ان انا بقول لكم جبت 5 كيلو. اما رحت للراجل قلت له ايه، قلت له انا عايزه تجيب لي هات لي انصاص، ما تجيبليش كيلوات، هات لي انصاص اللي كده. احنا قلت له معلش، انا افتكرت يا جماعه واحد زميل الله يصلح حاله يا رب، كان دايما وخلي بالكم ده راجل وفي نفس الوقت ما كانش بيتحرج، يقول لا انا مش بديله فلوسه، يديني اللي انا عايزه. فالمهم والله يا رب الله يسعده يا رب. طب ليه يا مجدي انت بتقول كده؟ ليه بتجيب مثلا؟ يقول لا بجيب ربع كيلو ربع كيلو ربع كيلو، الكيلو بقسمه على 4. طب ليه كده؟ يقول لي لا علشان انا استفيد بطبة الميزان. شايفين النصيحة؟ يقول انا عايز استفيد بطبة الميزان. وقلت له طب والله كويس. فانا لما رحت للراجل قلت له لا انا عايزه نص كيلو. وانا على فكره يمكن انا بتمنى ان انا اقول بس هو كان عنده زحمه مش هيديني كده، قلت خلاص مش مشكله. وفي نفس الوقت انا عايزه حاجه تانية كمان، عايزه الشنط او الاكياس اللي هو جايب فيها الرز. انا باجي بحط الرز بتاعي في علبه، عندي علبه بحط فيها الرز خلاص في المطبخ، بحطه فيها وبشيل الاكياس دي خلاص، بغسلها بقى خلاص لانها نظيفه وخلاص، وبعينها عشان ابقى احط فيها برضو خزين في الثلاجه. يبقى انا كده وفرت ان انا ما اشتريش شنط او اكياس. يعني انا بقول لكم على حاجات هنوفر منها كتير طول الشهر. طيب هشتري منها ايه؟ هعينها في خلاص في درج المطبخ عشان احطها باذن الرحمن يا رب. لما يجيني يبقى عندي اي حاجه مجمدات هحطها فيه. حتى والله يا جماعه الشنطه اللي انا بطلع منها مثلا انا حاطه ايه، وليكن بسله مثلا، قلقاس، اي حاجه من دي انا عاملاه في الفريزر. ساعه ما بطلعه من الفريزر انا بعمل ايه، مش بقطعه،
بفتحه بالراحه كده، بحط عليه ميه كده عشان اعرف افتح العقده دي، وافتحه واقوم غسله الكيس، واقوم نشره على طول وخلاص، واقوم واما ينشف اقوم عيناه كده على طول، الفه واعينه. اعينه ليه؟ علشان برضو اعوزه في مجمدات تانية، ما اعملش حاجات من دي. الحاجه الوحيده اللي انا ما بستعملهاش صحيح الكيس بتاع اللحمه او الفراخ، انا ما بستعملوش ده خالص فعلا، ده برميه. فانا بقول لكم دي حاجات زي ديتي بايه يعني، الله يرحمك يا امي كانت تقول لم النعمه تلمك. التدبير والتوفير يا جماعه والله هو الحياه كلها. فخلاص حاجه بحاجه كده، بدل ما انا ابعت اشتري ده النهارده كيلو الشنط وكل الاكياس عدى ال100 وشويه. طب وانا صحيح ببعت اما يكون عندي عندي خزين ولا حاجه، ابعت الراجل جنبي هنا الله يسعده يا رب، ابعت اجيب منه ب 10 جنيه، اقول له مثلا اكياس لبن، لو للفول اقول له هات لي اكياس لبن عشان اعمل منها، احط فيها الفول واحط فيها الطعميه والحاجات ديت، بيقعد عندي كتير ماشي. واحيانا اقول له هات لي ب5 جنيه. فانا بقول لكم طب وعلى ايه بقى؟ لا انا عايزه اوفر ال5 جنيه وال10 جنيه برضه، الجنيه مع الجنيه قلت لكم هيعمل حاجه. فما نستقلش ابدا ونقول لا ده ما يعملش حاجه، لا هنعمل والله هنعمل منهم حاجه باذن الرحمن يا رب. طيب انا بعمل ايه؟ انا عندي حصاله ماشي، جبت الحصاله يا جماعه اهي عشان تشوفوها، شايفين انا كاتبه عليها التاريخ من كام؟ من 1/9/24 والله. انا بحط فيها، خلي بالكم انا عامله الحصاله دي ربنا يبارك له في صحته يا رب، اللي عملها لي طلبتها منه فعلا عملها لي جميله، عموله حلوه خالص يعني خلي بالكم حتى وانا بقول له قلت له اعملها لي جامده قوي علشان ما افتحهاش خالص، يعني انا مش عايزه افتحها الوقت. خلي بالكم شوفوا حجمها قد ايه، انا جايباها فيها فلوس على فكره اهي، سامعين فيها فلوس اهي. انا بحط كده على طول فيها الفلوس يا جماعه، لا سواء فكه او حاجه من دي، وانا هقول لكم برضو لو حاجه جامده بعمل بيها ايه، بس انا بقول لكم انا عملت كده ليه. خلينا نسمع دايما لبعض، خلينا نسال بعض، خلينا سبحان الله يا رب ناخد الطاقه الايجابيه من الناس، بلاش ناخد الطاقه السلبيه اللي ممكن يقعدوا يقولوا انتوا بتعملوا، انت بتحوشوا، مش هيعمل حاجه. اللي يقعد يقول لنا كده لا ما تسمعولوش، اسمعوا دايما اللي بيديكوا طاقه ايجابيه. خلي بالكم انا يمكن قلت الكلام اللي انا هقوله لكم الوقت قلته في كام فيديو. قلت ان كان فيه واحد الله يصلح حاله الله يرحمه يا رب، لا ده مات الله يرحمه، كان عنده محل وبيشغل فيه ناس عنده. فالمهم هو كان مدرس وبروح المدرسه ويجي على طبعا واخد المحل كان بيفتح 24 ساعه. فهو كان عامل ورديات، فكان زمان بقى كان تقريبا الورديه ب10 جنيه او حاجه للواحد. فالمهم هو كان بياخد يعتبر زي يعني بيبات تقريبا فيه، يعني هو اللي ماسكه بالليل بقى، ما حدش يقعد عنده بالليل. فطبعا دايما ورديه بالليل يا جماعه بتكون حتى لو هو جايب حد بتكون ورديه بالليل اغلى شويه. اغلى ليه؟ لان بتبقى خطر بقى، يعني اللي قاعد في المحل ده بيبقى خايف وكلام من ده، ما فيش يعني ما فيش امان بالليل، ما فيش حد ماشي كتير وحاجات من دي. بس برضو منها ان هو قاعد حارس للحاجه بتاعته، لان الحاجه ايه بتبقى بره كتير، فالراجل مش عارف يقفل دكانه ففاتح ال 24 ساعه. فالراجل طبعا قال لك ايه، انا الناس مانيش لاقي حد يقعد معايا بالليل او يمسك المحل بالليل، انا همسك انا الورديه بالليل دي. فطبعا ورديه بالليل بيقول ان هي بتبقى بفلوس، يعني الفلوس دبل. فكان بيحط لنفسه، كان بيدي للناس كل يوم ال10 جنيه بتاعتهم، يعني كان عنده تقريبا معرفش 1 أو 2 شغالين، المهم بيدوا له اجرته. طيب قال لك اجره تاني بقى، انا شايف نفسي وشايف ان انا تعبان وشايف ان انا اكتر واكتر، انا اجرتي تستاهل ان انا راجلين، ان انا اخد 20 جنيه. فضل ياخد يا جماعه ال20 جنيه دي وفتح حصاله زي دي. عشان كده بقول لكم انا عملت الحصاله دي زيه والله، اللهم ارحمه يا رب، اللهم ارحمه. يعني فعلا روحوا طلبت الرحمه دلوقتي ان احنا نترحم عليه، علشان انا افتكرته بحاجه زي ديت. فلما لقيته كان عامل الحصاله ديت وانا كنت لسه حتى صغيره، فالمهم كان عياله صغيرين خالص يا جماعه، لسه عياله مولودين او حاجه ولسه صغيرين. المهم فضل بالحصاله دي لمده 20 سنه، 20 سنه قاعد يحوش فيها بالطريقه دي، كل يوم يحط فيها 20 جنيه لنفسه. فالمهم بيقول لما خلاص بعد ال20 سنة بقى ربنا يبارك يا رب، ولاده أصبحوا شباب، فعايز كان ساكن في بيت صغير قوي كده، بيت قديم يعني. فقال خلاص ما هينفعش البيت ده، عايز ابنيه لولادي. فلما هده وابناه فتح الحصالة ما شاء الله بقى أيامها لقى مبالغ ألفات. فوالله يا جماعة بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يرحمه برحمة الواسعة يا رب. بنى بيته ما شاء الله، عمل كام دور على طول على طول على طول، اللهم بارك يا رب، وولاده اتجوزوا فيهم وربنا يسعدهم يا رب ويهنيهم. فانا بقول لكم من ايه، اللهم ارحمك يا ماما كانت تقول يعني حاجه على حاجه كده بتعمل حاجه كبيره. اللهم ارحمك يا امي يا رب، كانت تقول يا جماعه عصفوره خربت مقموره. يعني لو الواحد عنده
حاجه كبيره قوي. وفي عصفوره قاعده عماله طرحه جايه عماله تاخد حتى منها بتخربها. انما فما بالك بقى لما انت بتزودي وتحطي برضه بتجيب نتيجه. بعد ال20 سنه بقول لكم الراجل ما شاء الله عمل بيته ما حسش بيه. فانا دايما بقول كده، انا بحط في الحصاله دي الحاجات الفلوس ديت، اي فلوس بتفيض معايا انا بحطها في الحصاله. بس انا بقالي فتره ما عدتش بحط الا الحاجات اللي هي مثلا ايه، حاجات فكه، حاجات فكه بس، اللي او لو فضيات حاجات من دي بحط في الحصاله هنا. طب ليه؟ عشان إيه، انا جيت ابص يا جماعه لقيت ان قيمه الفلوس على ما اجي اعملها، يمكن كان ايام الراجل الله يرحمه ده اللي عمل ده، كان قيمه الفلوس جابت حاجه. النهارده قيمه الفلوس عندنا كل شويه بتنقص. فانا لما اجي افتح الحصاله دي بعد فتره، مش هعرف اعمل بيها حاجه. طب اعمل ايه؟ انا النهارده بعمل حاجه. انا بقول الكلام ده لمين؟ للي عندها بنات. اللي عندك بنات يا حبيبتي عايزه تجهزي بناتك، كلنا بنعمل كده، كلنا عملنا كده. انا الوقت باخد يا جماعه الفلوس، خلاص انا بشوف مثلا في الشهر هحوش من مصروف البيت ده قد ايه. انا جبت خزيني، طيب انا هقوم شايله كده، لازم اشيل، اقول للطوارئ، طيب لازم اشيل كمان واقول للزنقات، اشيل تاني واقول لاي ازمات او اي حاجه من دي، لاي حاجه من دي. طيب اعمل ايه؟ ولازم اقول في التوفير، لتوفير لازم اعين منهم حاجه، ولازم يبقى في ده هو تحدي بيني وبين نفسي. فالمهم انا بسيب من الفلوس دي حاجه، انا بسيب من الفلوس دي يا جماعه جزء كده. ما عدتش بقى بقوم رايحه لحد مثلا بيبيع حاجه لجهاز البنات. انا كنت بعمل كده، اروح لحد ما بيبيع حاجه من اجهزه البنات، اروح انقي اللي طبعا مثلا يا حبيبتي بنتك لسه صغيره بس لسه برضو، لا هات الحاجه بتاعتها، هات الحاجه ماركه. يعني مثلا هاتي كاسات تبقى فرنساوي، هاتي يا حبيبه قلبي دايما، هاتي مثلا طقم اللي هو اللي طقم الحراري فرنساوي برضو اللي بيدخل الفرن اللي هو الازاز. هات الحاجه اللي ما هيش اللي مش هتبطل، وفي نفس الوقت كويسه وحلوه، وحتى لو بنتك هتتجوز بعد 20 سنه برضو هتنفعها وتبقى كويسه. فحاجه زي دي. طيب انا ما معيش يجيب المبلغ ده، انا هديله مثلا وليكن انا حوشت 1000 جنيه من الميزانيه. طب انا هعمل ايه؟ هروح اديله ال 1000 جنيه كده وانقي الطقم اللي انا عايزاه واكتب عليه الاسم، واقول له خليها عندك معروضه اهوتي. وصدقيني بتمنى، صدقيني بيتمنى معروض اهو لحد مثلا هو مثلا مبلغه كان 2000 جنيه، خلاص الشهر الجاي انا هاجي اخده بس عينه عندك كده. انا مش بقول لك حاجه اهو، انا خليه عندك وانا ان شاء الله وخد ال1000 جنيه ده هم منه، والشهر الجاي هاجي اخده. يقول لي تمام، ويفضل كده حاجتي متعانه عنده وانا في الراحه وفي الجايه طبعا عماله اشوفها وكله. وفي نفس الوقت عمره ما هو بياعه لحد يا جماعه، لان لما يجي حد يشتري هو بيستر المحل بيقول لهم لا ده انا حاطه كده بس، انما ده متباع لو انتوا عايزين اجيب لكم. حتى لو زاد انا ما يحاسبنيش على الزياده، خلاص انا حجزت باليوم ده وخلاص واتفقنا على كده. خلاص خدت الحاجه ديت وانتهى. الشهر الجاي بقى خلاص انا هجيب منه حاجه تانية، هجيب منه حاجه شويه بشويه يا حبيبتي. وبنتك لسه صغيره، على ما تكبر يكون انت جهزتها من غير ما حساكي بحاجه. كلنا بنعمل كده، وكل امهاتنا عملت معانا كده، واحنا كمان عملنا لاولادنا كده عشان نقدر نماشي الاسعار اللي احنا فيها. فهمتيني؟ وفي نفس الوقت طيب انا مثلا عندي الحصاله اللي زي ديت الوقت، ما انا لازم، انا في نيتي ان شاء رب العالمين يا رب بدون مقاطعه، انا امنيه حياتي وان شاء الله هتوصل ان انا املاها، لازم املاها ان شاء الله يا رب. فاعمل فيها ايه؟ لا انا النهارده مثلا إيه، ما جبتش جرجير. شوفوا يعني ايه الجرجير، هجيبه اقل حاجه ب5 جنيه، ما جبتش جرجير. طيب انا عامله حسابي انني هجيب جرجير النهارده في المشتريات، ما جبتوش، او حاطه ال5 جنيه بتاعتي في قلب الحصاله دي. يبقى انا كده شغله الاثنين. الجامد هجيب به حاجه بنتي، واللي ماهوش جامد الفكه هحطه هنا برضو حاجه بحاجه، هتعمل لي حاجه اخر الشهر او اخر ما أو اي وقت هفتح فيه الحصاله. طيب حاجه تانية، احنا ممكن يا جماعه بقول لكم يا جماعه شوفوا التوفير عندي انا عملت ايه. انا رحت اجيب عيش النهارده من الفرن، فطبعا رحت اجيب، المهم الفرن دايما يقول لي بياخد يعني انا عايزه 3 ايام، فال3 ايام عايز ياخد 3 اكياس، ياخد 3 رغيفه مني عشان يحط لي العيش كل يوم في كيس. انا لا، انا عندي الاكياس بتاعت العيش باخدها بعينها خلاص في عندي. زي ما بقول لكم انا بعين كل حاجه الحمد لله رب العالمين، الكيس نفسه ما برموش. فانا مش خدت الكيسين معايا النهارده، فهو جاي قلت له لا انا مش عايزه اكياس، انا عايزه العيش كله هاتولي على بعضه، انا مش عايزه الاكياس. قال لي حاضر. جاب لي يا جماعه اهو، وانا حطيت اهو، حطيت ادا كيس، حطيت ال3 ايام حطيتهم قسمتهم كده، فرطت العيش. لما بردوا بقى كويس قمت حطاه في كيسين وجبت الاكياس وجيت. طبعا كان الوقت هياخد 3 رغيفه مكان ال3 اكياس، ال3 رغيفه النهارده ب60 قرش،
يعني مبلغ اهوت مش قليل. لا ده انا كده هوفر اهو. يعني بصوا، من اقل حاجه هنوفر والله، من اقل حاجه، بس احنا نقول يا رب. انا بصوا لي، كانت معايا زميله لي الله يسعدها يا رب بحق لا اله الا الله، يكرمها يا رب. كانت بنتها مخطوبه، وكان جوزها الله يرحمه عايش. فكان المهم يجيب لها كيلو لحمه تقريبا يوم الجمعه او حاجه زي كده. كانت تقول ايه، انا كنت لسه عيال صغيرين قوي، بس اسمع منها الكلام ده ولازم احطه في دماغي. احنا بنتكلم يا جماعه، الكلام اللي بنقوله ما هوش بنتكلم كده وبس زي ما بيقولوا فض مجالس. لا، كل واحد فينا لازم يكون عنده عقل كده ويسمع الكلام اللي يفيده، ياخد بيه. انا بقول لكم كانت ولادي لسه صغيرين، وكان محمد الله يرحمه لسه عايش. فالمهم، هي بتتكلم بتقول انا جوزي لما بيروح يوم الجمعه بيجيب لي لحمه، بيجيب لي كيلو لحمه، انا باخد منه، باخد من اللحمه ديتي حته تكون كبيره او حتتين. طب انت بتعملي بها ايه يا حاجه؟ قالت لا، انا باخدها افرمها وعينها في الفريزر على طول، واعملها، لا اما اتبلها لعينها زي ما هي. ساعه ما بنتي خطيبها بيجي لنا بالليل، بقوم عامله خلاص، عامله من مطلعه اللحمه دي، واقوم عاملاها سندوتشات، واعملها كفته، واعملها له سندوتشات، وياكلها بالهنا والعافيه. طيب حتى اليوم ده لو احنا مثلا ما عندناش اليوم ده، يكون احنا مثلا عاملين اكله تفليته اي حاجه، فهو جاني بالليل، جاني على العشاء، ما جاش على الغدا. طيب انا ما هو برضو لازم اعمل له اكل. فانا اقوم مطلعه من الحتتين اللحمه اللي كنت عينهم دول، اطلعهم من الفريزر، واقوم عاملاهم كده. وخلي بالكم، انا جوزي لا خد باله ان انا خدت لحمه من الكيلو اللي هو جابه ولا اي حاجه. خلاص، انا هو بيجيب اللحمه وبس، وانا خدت على كفايتي. طيب ماشي. تقول انا طبعا حتى احيانا لما يكون مثلا جاي لنا حد فهاخد حته واحده بس من اللحمه. طب ازودها بقى، ازودها بايه، بفول صويا، ازودها ببرغل، ازودها بايه، بخضار، ازودها بتقول لك ازودها ببصل وخضر وبتاع والفلفل والشطه والحاجات دي، وتعمل بها حواوشي. يعني مش كل مره هتقعد تعمل مثلا الكفته وبس، لا هتعمل كده. طيب الفرخه يا جماعه، تقول لي اخد من الفرخه، اخد حته من الصدر. الفراخ بقول لكم هي بتقطعها، بتقول انا بقطعها ما بطبخهاش بحالها، خلاص انا بقطعها كده. فبتقول وانا بقطعها باخد منها حته كده من الصدر وعينها، مره في مره. خلاص إيه، مع لو جاني فرخه تانية او حاجه برضو نفس الكلام. طيب بتقول لي شويه وتبقى خلاص، اعملها بقى بتاع إيه اسمها، شاورما، اعملها شيش طاووق، اعمل اي حاجه، ويبقى برضو عملت وولفت وعملت لخطيب بنتي. طيب حاجه تانية يا جماعه، الكبده، الكبده بتاعت الفراخ. هي ما هيش طايله مثلا تجيب كبده لحمه، كبده ضاني او اي حاجه من دي يعني. فتقوم تقول ايه، تقول انا باخد كبده الفراخ بحوشها عندي. الكبده في مره بعمل بيها خلاص، بقطعها كده واعملها، اغسلها كويس واظبطها وكل حاجه، واقوم عاملاها بفلفل وبتاع وبصل، واعملها كده ما شاء الله، اقطعها قطع صغيره واعملها، يبقى سندوتشات كبده. والله ما بيبقى عارف هي كبده فراخ ولا كبده بتاع بهايم. فالمهم، طيب انت دلوقتي ما شاء الله على الافكار. احنا بناخد والله يا جماعه، هي كانت تحكي الكلام ده، وبقول لكم ولادي كانوا لسه صغيرين خالص، قاعد اسمع كده. يعني بجد بحييها، انا بحييها، ربنا يمتعها بالصحه يا رب. انا بحييها على افكارها دي. فاحنا لازم ناخد من بعض الافكار الحلوه، مش لازم بقى لا دي ما تعملش حاجه، ودي لا هتعمل مره في مره هتعمل. فالمهم انا بقول لكم دي اول حاجه خالص باذن الرحمن يا رب في شغل النهارده، او التدبير بتاع النهارده بتاع الميزانيه. وانا المره الجايه ان شاء الله، عشان انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو، بس عشان اللي بيبقى معاه باقه هحكي لكم بقى إيه. اول ايه اول تدبير في حياتي انا عملت بيه ايه، وكمان إيه. يعني شوفوا انا يمكن بادئه الحاجات دي والله وانا لسه، يعني مش عايزه اقول لكم السن كام، لان انتم من نفسكم هتستغربوا لما احكي لكم انا بدات في التوفير ده من امتى. يا رب اشوفكم دايما بخير، ويا رب ان شاء الله نستفيد من بعض كده، وان شاء الله هتعدي. بس يعني ربنا يكرمنا، احنا بس نسمي بالرحمن ونقول يا رب، ربنا هيكرمنا باذن الرحمن يا رب. واحنا ناويين خير يا جماعه، احنا الحمد لله رب العالمين ما عندناش غير ربنا. احنا ناويين خير والله، ما يعني هنسرق، لا احنا اللي ربنا بعته لنا هنمشي بيه. فربنا هيكرمنا باذن الرحمن يا رب. والمدبره، اللهم ارحمك يا ماما يا رب، المدبره غلبت المشوره. اللي بتدبر يا جماعة أحسن من أي واحدة تانية بتشور وتقعد تتكلم في الفاضي وعلى الفاضي وخلاص. لا دبري عملي يا ماما، وشوفي قدامك أهو، إن شاء الله هتعدي، وإن شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الرحمن يا رب، ونتقابل على خير دايما. سلام عليكم.